الاعتداء على شاب جزائري في فرنسا والدوافع عنصرية. تعرض الشاب الجزائري مراد يوم الجمعة الماضي إلى اعتداء من قبل رجل فرنسي. وفي التفاصيل، قام رجل سبعيني بالاعتداء على الشاب مراد صاحب 29 عام والذي يعمل بستانياً. الاعتداء حصل في منطقة فال دو مارن جنوب العاصمة باريس. مراد كان يقوم بتقليم حديقة إحدى السيدات مع 2 من زملائه، غير أن الرجل السبعيني انزعج من البستاني وزملائه ومن حافلة العمال التي توقفت بجانب البناء. بدأ الرجل السبعيني بالصراخ على مراد طالباً منه الانصراف، وعندما حاول مراد تهدئته قام السبعيني بضرب مراد على حلقه بآلة حادة كادت أن تودي بحياته. الشرطة الفرنسية قامت بتوقيف المعتدي السبعيني وأحالته إلى القضاء